السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم بشار. لقد شرحنا في المقال الأخير سبب رحلة بالليل إلى تونس للتذكير. اتصل اللاعب بمسؤولي الترجية التونسي لمعرفة ما إذا كانوا مستعدين للتفاوض بشأن انتقاله، لكن سيتعين عليه بالطبع الدفع لأن العميل لن يطلق سراحه مجانا. لكن أحد العوائق هو أن الترجي التونسي يغرق في الديون. علاوة على ذلك، لرفع الحظر على التعاقدات يجب على النادي بيع لاعب، ومن أجل تقديم عرض جديد لتحمل تكاليف خدمات بالليل، إن النادي ليس مستعد للقيام بذلك نظرا للوضعية المالية. لذا كان اللاعب متضامن أمس في الجزائر العاصمة سيلتقي بالرئيس الحاج رجب مرة أخرى، أن بالليل أبلغ أقاربه أنه مكتوب في عقده بالأبيض والأسود أنه يمكن أن يتلقى تسبيق 4 أشهر، ويقدر أن هذا هو حقه صحيح. وفي حالة قبول الرئيس الحاج رجب لطلبه، فلن يجد اللاعب أي مشكلة في مواصلة المغادرة مع النادي.